النهاردة هنتكلم عن قصة غريبة قوي، عن ثروة ما كانش ليها حدود، وعن نهاية درامية لشخصية يمكن من أغنى الشخصيات في التاريخ. هنتكلم عن قصة قارون، وإزاي الكنوز بتاعته هي اللي بلعته. طيب خلونا نبدأ الحكاية بمشهد معين. تخيلوا كده مدينة هادية، بيوتها بتلمع في الضلمة، بس اللمعان ده مش جاي من نور كهرباء ولا شمع، لا، ده بريق الذهب، الوهج طالع من البيوت نفسها. الوهج ده، نور الذهب ده، هو بداية المأساة كلها. هو ده ملخص الحكاية، حكاية الكنوز اللي قدرت تبلع صاحبها. كل ده، كل البريق واللمعان والذهب اللي كان مال المدينة دي، كان بتاع راجل واحد بس، شخص واحد اسمه قارون. وهنا بقى في نقطة مهمة جدا. قارون ده ما كانش شخص غريب عن الناس دي، ولا جاي من بلد تانية، لا، ده كان من قوم سيدنا موسى نفسه عليه السلام. يعني كان واحد منهم، عايش وسطهم وعارف الصح من الغلط. طيب، عشان بس نحاول نتخيل حجم الثروة دي عمل ازاي، بيقولوا ان مجرد المفاتيح، والله المفاتيح بس بتاعت الخزن بتاعته، كانت محتاجة رجالة أشداء عشان يقدروا يشيلوها. متخيلين؟ لو دي المفاتيح، أمال الخزن نفسها كان فيها ايه؟ بس هنا بقى الثروة الضخمة دي هي اللي كانت نقطة التحول في حياته كلها. من هنا النعمة اللي كانت في إيده اتقلبت وبقت امتحان صعب قوي. وهنا بنشوف التحول الغريب في شخصيته. يعني في الأول قارون ده كان راجل صالح، وكمان عنده علم ودين. لكن مع الوقت والفلوس اللي كترت، كل ده اتغير. قلبه اتملى كبر وغرور. الكبر ده بقى هو اللي خلاه ينسى حاجات أساسية جدا. أول حاجة، نسي إن أي نعمة بتجيلنا هي في الأصل اختبار من ربنا. نسي الناس الفقيرة اللي ليها حق في فلوسه، نسي واجب الزكاة، والأخطر من كل ده، نسي إن اللي اداله كل ده قادر يسحبه منه في ثانية. وبدل ما يستخدم الفلوس دي في الخير، لأ، هو كان بيستخدمها عشان يستعرض ويتمنظر على الناس. كان يلف في الشوارع بأفخم هدوم وحواليه جيش من الخدم، كأنه بيعمل موكب، كأنه كده ماشي بيقول للكل بصوا عليا، شوفوا أنا وصلت لإيه. طبعا الاستعراض ده كله كان لازم يوصل مواجهة مباشرة ما بين غرور قارون وصوت الحق. والغريبة إن أول محاولة عشان يفوقوه ما جاتش من حد غريب، لأ، دي جات من قومه، الناس الصالحين اللي عايشين معاه. حاولوا ينصحوه بالراحة وقالوا له يا قارون، بلاش الفرحة الزايدة اللي واخدة شكل الكبر دي، اعمل خير بفلوسك وما تنساش إن في آخرة ونصيبك فيها. تفتكروا كان رده إيه؟ رده كان كلمة واحدة بس بتلخص كل حاجة. قال: إنما أوتيت على علم عندي. يعني إيه الكلام ده؟ يعني بيقول لهم الفلوس دي كلها أنا اللي جبتها بعلمي وشطارتي ومجهودي، محدش ليه فضل عليا. بمنتهى البساطة نسب الفلوس والنجاح لنفسه ونسي ربنا تمام. الموضوع ما بقاش مجرد نصيحة من الناس، لا، ده كبر لدرجة إن سيدنا موسى بنفسه نبي الله اتدخل، كلمه وحاول يفهمه. فكروا بربنا، فكروا باليوم اللي الفلوس دي كلها مش هتساوي فيه أي حاجة. بس للأسف مفيش فايدة. قارون كان خلاص الثروة عمته، كان شايف إن فلوسه دي هي اللي بتحميه، هي الحصن بتاعه. ومش بس ما سمعش الكلام، لا، ده وصل بيه الحال إنه يستخدم الفلوس دي عشان يحارب سيدنا موسى نفسه وينشر الفساد في الأرض. وهنا بقى بنوصل للحظة اللي كل حاجة فيها بتنتهي، اللحظة الحاسمة، عنوانها لوحده يخض، اليوم اللي الأرض نفسها اتكلمت فيه. المشهد الأخير، قارون بيعمل استعراض تاني، يمكن أكبر استعراض في حياته. خرج على الناس في زينته الكاملة، موكب فخم، والناس كلها واقفة بتتفرج. في اللي عينيها تطلع من الحسد، وفي اللي بيتمنى يبقى عنده جزء صغير من اللي عنده. وفجأة كل حاجة وقفت، سكون رهيب. وبعدين الأرض اتهزت هزة عنيفة جدا، هزة مش طبيعية. والعقاب الإلهي جه في لحظتها، سريع وحاسم. الأرض اتفتحت وبلعته هو وبيته، وبعدين بلعت وراه كل الكنوز اللي كان فاكرها تحميه. كل حاجة اختفت في لحظة. لكن بعد المشهد الصادم ده الحكاية لسه ما خلصتش، بالعكس بيبدأ أهم جزء فيها، الدرس، العبرة اللي فضلت موجودة حتى بعد ما قارون نفسه اختفى. يعني في كام ثانية قارون ده اتمحى من على وش الأرض، كأنه ما جاش الدنيا أصلا، لا ثروته نفعت ولا حراسه عرفوا يعملوا حاجة قصاد أمر ربنا. والناس اللي كانت بتتفرج رد فعلهم كان اللحظي. الناس اللي من دقيقة واحدة بس كانت بتحسده وبتقول يا ريتنا مكانه، في نفس اللحظة اللي شافوا فيها اللي حصل فهموا كل حاجة، وقالوا ده لولا فضل ربنا علينا ورحمته كان زمان الأرض خسفت بينا إحنا كمان.
شوفوا إزاي في ثانية واحدة الحسد اتقلب خوف وحمد لربنا. وهنا بقى بيجي الدرس الكبير من القصة كلها، إن الدنيا دي مش هي المقياس. الغنى مش دليل إن ربنا راضي عن الشخص، والفقر مش دليل على الإهانة أو إن ربنا غضبان عليه. الميزان الحقيقي عند ربنا حاجة تانية خالص، التقوى والعمل الصالح. طيب لو حبينا نلخص، هو قارون إيه اللي أهلكه؟ هل عشان كان غني؟ لا طبعا، هو هلك لسبب تاني خالص، الغرور، الظلم، إنه نسي فضل ربنا عليه، والأهم من كل ده إنه صدق نفسه وافتكر إنه بقى أكبر من إنه يتحاسب. وفي آخر الحكاية دي بيفضل فيه سؤال مهم لازم كلنا نفكر فيه. لو كانت كنوز الدنيا كلها ممكن الأرض تبلعها في لحظة، يا ترى إيه هي الكنوز الحقيقية اللي الأرض ما تقدرش تبلعها؟ سؤال فعلا يخلينا نعيد تفكير في حاجات كتير.